بتبتدي القصة جوه مدينة مليانة أساطير وحيوانات بتمشي وساعات بتطير، وبنعرف إنهم جنيات وإن دي مدينة جنيات. ومن ضمن الجنيات كان في بنت مسحورة عندها قرنين وجناح بيرفرف اسمها ماليفيسنت. بتمسك حتة مكسورة من شجرة وهوب بترجعها مش مكسورة، ولا سحر ولا شعوذة، دي خفة إيد. بتطير بعدها وبتصبح على جيرانها اللي هم كمان شكلهم غريب. لا هم شكلهم غريب جدا. بتفرمل وبتنزل تقابل اتنين، فليتل وزستلتيد، بيتخانقوا مين يقول لها الخبر، لحد ما فليتل بتبتدي تقول لها، لكن بتقطع كلامها بنت تالتة خالص وبتقول ان حراس المدينة اكتشفوا في بركة الدهب شخص بشري. بترفرف مالفيسنت وبتروح على البركة. بتلاقي حراس الحدود اللي هم شجرتين بس بيتحركوا، وده في سياق انه عالم غريب زي ما قلنا. الولد البشري بيخاف من الحراس لانه وشهم يخوف، ده غير انهم ماسكين حربة في ايديهم. الولد بيخرج وبيقول أنا ستيفن، ومالفيسن بتقول له وأنا مالفيسن. بعدها بتقول له ها خلصنا تعارف، إيدك بقى على اللي لطشته من البركة. فبيطلع جوهرة وبتسقطها في البحيرة، بتمشي معاه علشان تخرجه من مدينتهم، وبيقول لها إنه فقير بس عنده طموحات إنه بكرة هيبقى جوه القصر. بعد مدة قصيرة بيرجع تاني ستيفن لمدينة الجنيات وبيقابل مالفيسن وبيلعبوا مع بعض وبيقرروا يبقوا أصحاب. الموضوع بيتطور وبيقول لها إنه بيحبها. بيكبروا ومالفيسن بتفرض سيطرتها على مدينتها، وستيفن بيختفي وبيقعد فترة ما بيجيش لمالفيسن. بعدها في يوم طلعت له الشمس، ملك مدينة البشر بيقرر إنه يحط إيده على مدينة الجنيات. بيجمع جيشه وبيقول لهم يلا يا شباب عندنا رحلة صيد. فعلا بيقفوا كلهم ولسه هيهجموا، بتجيلهم مالفيسن بطولها وبتقول لهم خطوة كمان وهعملكم بتنجان. فالملك بيقول لكل جيشه هاتولي راسها. فالجيش كله بيزحف السيوف، وبعدها بتطلع كائنات الظلام اللي على شكل شجر، وبتبدأ المعركة. وشلوع فسح مرجح، الملك بيتصاب وبيطلع هو وجنوده من المعركة متظبطين. بيجمع الملك القادة وبيقول لهم أنا مش هقعد معاكم كتير، أنا هموت يا ولاد. بصوا اللي هيموت لي البت المجنحة دي هجوزه بنتي وهيبقى وريثي. من بين الحضور كان خادم الملك، مين يا ولاد؟ ستيفن. بيروح ستيفن بعدها لمدينة الجنيات وبيقعد ينده على مالفيسن. فعلا بتجيله وبتسامحه على غيابه، بيشربها منوم وبيقطع لها جناحاتها، وبيروح بيهم للملك علشان يحقق رغبته وطمعه في الحكم. ماليفيسنت بتعمل خطتها وبتطلع على مدينة البشر. بتبعت غراب قدامها، الجنود بتصطاده. بتحول الغراب لولد وبيبقى اسمه ديفل، وبيقول لها جميلك فوق راسي لانك انقذتيني، هبقى خدامك يا ست الكل. فبتقوله لا انت هتبقى جناحاتي. بيلبس ستيفن تاج الملك، بينقلها الغراب الحوار وبتدب عصايتها في الارض وبتعمل برق كده لونه ما حصلش، باعتبارها انها متكاده وده حقها طبعا. الملك ستيفن ومراته بيخلفوا بنت ويسموها أورورا، وبيعملوا لها حفلة بتدخل الثلاث جنيات الأقزام يقولوا لها أمنيات حلوة، لحد ما الشمع بيطفي وبتقلب غم. وبتدخل ماليفيسنت عليهم دخلة أكشن محترمة وبتقول له بقى كده يا ستيفن ما تعزمنيش أخصى عليك. وبتروح للطفلة علشان هي كمان تقول لها أمنية، ويعني على البنية بتقول لها هتكبري وعند عيد ميلادك ال16 هيتخبط صباعها في عجلة وهتدخل في نوم مش هتطلع منه إلا لو خدت القبلة الحقيقية. الملك أمر بعدها بحجز كل العجل في المملكة ودفنهم تحت الأرض. ماليفيسنت حوطت على مدينتها بأشواك علشان الجنود كان عندهم أمر بقتلها. الطفلة اتنقلت مع الثلاث جنيات الأقزام علشان يحرسوها ويخبوها في مكان لحد ما تكمل 16 سنة ويوم. الجنيات علشان يعرفوا يخدموها اتحولوا من أقزام لستات كبيرة بس مش بتطير. في نفس ذات اللحظة بيدخل الغراب في المكان والسر بيتكشف ويبان. الثلاث جنيات بنكتشف انهم نسبة ذكائهم مفيش، وبيقدموا للطفلة جزر على اساس انها هتاكله، بس صراخها مش بيقف لانها جعانة وعطشانة. الغراب بيدخل بيديها وردة مندية بتمسك فيها باعتبارها بديلة للببرونة. فعلا بتسكت وفي سرها بتقول انت الوحيد اللي فاهمني. ستيفن بيتجنن اكتر وبيأمر جنوده يولعوا في السور اللي من الاشواك، بس لما الاشواك بتولع بتتحول وبتمسك الجنود تلعب بيهم. ستيفن بيتغاظ وبيقعد يلطش في الجنود. البنت بتكبر وبتبقى قاعده مع الثلاث ساحرات. ماليفيسنت بتخلي الثلاث ساحرات بيتخانقوا مع بعض، والبنت بتجري ورا فراشه لحد ما خلاص هتقع من فوق، بس بتطلع شجره وبترجعها. البنت بتيجي ناحيه ماليفيسنت وبتطلب منها تشيلها وبتقعد تلعب في راسها. بعدها ماليفيسنت بتمشيها، بتكبر أورورا والجنود بيحاولوا يدخلوا مدينة الجنيات، لكن مالفيسنت بتسحبهم في الهواء وبتعمل بيهم عجين الفلاحة. بعدها بتنيم أورورا وبتسحبها وراها لحد ما بترميها في الأرض وبتقابلها وبتقول لها البنت انت أم الجنية الروحية، فبتنيمها تاني وتسحبها وراها وبترجعها لسريرها. بتلعب أرورا مع الجنيات بالطين
وكمان بيشترك في اللعبة الغراب ومالفيسنت. بتتعاطف مالفيسنت مع البنت وبتقرر تبطل اللعنة، لكن بيخرج صوته ويفكرها إن اللعنة لنهاية الزمن ومحدش هيقدر يبطلها. ده كان كلامها. الملك بيقوم من النوم مخضوض وبيجري على الحداد وبيقول له يجيب العمال تشتغل في نص الليل. هو بيجهز لحاجة لحد دلوقتي مش عارفينها، بس أكيد حاجة تأذي مالفيسنت، لأنها زمان قالت إن الحديد بيحرق الجنيات. مالفيسنت بتقول لأرورا خلي بالك على نفسك وتقدري تيجي تعيشي معايا. بتجري وبتقف تحضر الكلمتين اللي هتقولهم للجنيات اللي ربوها. في الوقت ده بيدخل ولد وسيم وبيقول لها أنا فيليب. بتقول له أنا أرورا. بيعجبوا ببعض وبيقول لها هرجع لك تاني. البنت بتروح للثلاث سحرات وبتقول لهم بصوا انا هسيب البيت. بتقع واحده بلسانها وبتقول لها هو اصلا فاضل يوم وهناخدك على ابوكي. البنت بتتصدم لانهم كانوا فهموها ان اهلها ماتوا، بيعرفوها انها عليها لعنه. بتجري البنت وبتروح لمالفيسنت وبتواجهها وبتقول لها هو انت مالفيسنت؟ بتقول لها بحزن اه. فبتركب حصانها وتطير وتروح القصر وتقابل باباها، فبيؤمر تتحبس في اوضتها. الولد اللي اعجب بأرورا بيرجع لها وبتنيمه مالفيسنت وبتحاول دي في الحصان وبتسحب الولد وراها. أرورا في حاجة بتشدها كأن حد بينادي عليها. بتتحرك، بتخرج من أوضتها وبتنزل من ورشة الحدادة وبتدخل في باب وراه متاريس وعجل وبتتشد ناحية سن العجلة. صباعها بيتشك وبتنام نوم عميق وبتتحقق اللعنة. ماليفيسنت بتغامر وبتدخل وسط المتاريس الحديد اللي ممكن تحرقها. بتدخل فعلا وبتوصل فيليب لحد أوضة أرورا. التلات جنيات بيعرفوا إنه أمير، بيسحبوه علشان يبوس أرورا، بس مش بتقوم. لازم يكون حبه ليها حب حقيقي. الثلاث ساحرات بيطردوا الولد بره الأوضة. ماليفيسنت بتحس بالذنب وبتقف تكلمها وتقول لها أنا آسفة، أنا هحميكي طول ما أنا عايشة، وبتبوسها وتمشي. فبتتفاجئ إنها بتقوم من نومها وبتاخدها ولسه بتطلع بيرموا عليها شبكة حديد علشان تتحرق وبيحاولوا يموتوها، لكن بتحاول ديفل التنين وفعلا بينقذها من الشبكة. أورورا بتجري والجنود بيحاصروا ماليفيسنت وبيدخل الملك جوه الدايره بلبس الحديد وماسك حديد وبيبتدي يضرب في ماليفيسنت. أورورا بتلاقي جناحات ماليفيسنت قدامها وبيتحركوا، فعلا بتفتح لهم. ماليفيسنت ستيفن بيضربها بالحديد جامد وبيرفع سيفه، لسه هيضربها جناحاتها بترجع لها بتطير وبتحرر التنين. ستيفن بيرمي سلسلته وبيحاول يمسكها، بتجرجره زي القماشه وراها وهو بتلف زي الشنيور تكسر الازاز، ولسه ستيفن متشعلق في السلسله بترميه على قبة من قبب القصر. بتخنقه على خفيف وتقول الموضوع خلص وتسيبه وتمشي، بس هو لسه عنيد وغلاوي فبيمسك في جناحاتها علشان يوقعها. هي بتطير وهو بيتكوم على الأرض وبتنتهي حياته. أورورا بتعيش مع ماليفيسنت في مدينتها والسور اللي من الأشواك بيتشال. بتلبس أورورا تاج وبتخليها أميرة على المدينة، وبكده المدينتين اللي عمرهم ما اتفقوا بيتوحدوا.